الحمد لله بفضل الله مكسب مهم جدا للنادي الاهلي. قلناها وهنفضل نقولها. يا عم كولر، لما تجيلك الفرصه ان تريح الجمهور وتريح لعيبتك دوس وكمل. ارجع تاني لايام مانويل جوزيه، قلناها قبل كده يا جماعه ان جوزيه لما كان بيلاقي فرقه واقعه كان بيدوس عليها. الرجاء في مصر هنا كان المفروض نكسبه 5-6 افتراضا ضربه الجزاء دي جت. المفروض احنا نعمل ايه بقى؟ هنقف مضغوطين. والشوط التاني وانا قلتها وهفضل اقولها، جمهور الرجاء غير. انا مش بقول لك الكلام ده، انت عندك الترجي، وارجع اقول لك برضو جمهور الترجي بيقلب الملعب. لازم يا جماعه نتعلم من اخطائنا. احنا ما بنقولش ان احنا ما نفرحش، نفرح، بس نفرح لما ناخد البطوله. نفرح ان شاء الله لما نقابل سان داونز ونديهم 5 ونرد الاعتبار. لكن ما تجيش تقول لي في ماتش زي ده بنلاعب فريق زي الرجاء هنا في القاهره والرجاء مستسلم ليك واطلع 2-0. لو ضربه الجزاء بتاعت الرجاء النهارده كانت جت كان الموضوع هيبقى صعب علينا قوي. لكن بفضل الله ومكسب مهم جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله من الناس جوه النادي الاهلي تشتغل على ماتش السوبر بقى. البغبغان اللي عمال يتكلم ويهلل ويشتم وعمال في الاعلام بتاعه عايش بقى دور المظلوم واللي الدنيا كلها جايه عليه، لا، عايزين نديله كده على الاقل 2-3 مستريح. وفي سؤال مهم جدا انا على طول بسأله ولازم اسأله ولازم اي حد في البلد دي يسأله: ليه ماتش زي السوبر ده ما يتلعبش في مصر؟ ليه ماتش عالمي او حدث العالم كله بيتفرج عليه او العالم العربي كله بيتفرج عليه ما يتلعبش في بلدنا؟ ليه الجمهور ما يبقاش مالي المدرجات؟ ليه الماتش ما يبقاش بنفس بكاميرات لو قعدنا نقول ليه وليه مش هنخلص يعني. اتمنى ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه يطلع ماتش حلو ويليق بالكره المصريه ما بين فرقتين. وفي لقطه حصلت كده يا جماعه ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه الرجاء، كانت جميله جدا. وهي دي لقطه المباراه عامه، ان لعيبه الاهلي ولعيبه الرجاء يعني بيسلموا على بعض، والحاجات دي ما كناش بنشوفها. فالحمد لله ان شفناها ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه الرجاء في ود وحاجه كويسه جدا. اتمنى ان هي تدوم. ويا رب ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.